استعمالات الطرق الجهوية. في المتابعة سعد معواج، مصطفى ساهري وحنان بن شلو. للوهلة الأولى تغريك المنطقة بخضرتها، وما إن تدخل الطريق الجهوي رقم 510 حتى تضع نفسك في اختبار الحياة والموت، بدءا من صعوبة الولوج في ممر لو أخذ عنايته لكان موردا للتنمية. فالعابرون هنا قد يأخذون ساعات من أجل قضاء المآرب والمرور، والانزلاقات الأرضية واهتراء البنيات تجعل مسألة النجاة مرتبطة بتدابير بسيطة تجعل الفزع يتسلل إلى قلوب مستعمل الطريق. داكشي ما يواسيوهاش مضبوط، حتى لو واساو الطريق ما يواسيوهاش مضبوطه ليشه، دائما طالعه هواد بنادم من لهنايا. خاوفانين دابا على راسنا، كنبغيو نمشيو للسوق كنخافو نخرجوا في الليل، الطريق كيهبط كامل، الحجر كيهبط، طلعوا في الليل كنطلعوا في النهار كنخافوا، الطريق كتزعزع كلها. انا البارح كنت دايز لهيه لقيت الطريق مقطوعه كاع في الليل، بقيت حاصل تمايا ما بقيت ما ندير. فبعد حلقة عصيبة بالطريق يكتب سكان دوار جماعة لما التابعة لجماعة بني ونجل تفراوت مسلسلا تراجيديا لا يكاد يخلو من مأساة. مسلك عسير لا تتعداه العربات مهما على تكنولوجيتها، لنضطر نحن لخوض هذا الاختبار أيضا محاطين بالبنايات المتشققة والبنيات المهترئة التي لم تستطع تحدي الطبيعة. أمام هذا الوضع اعتمد السكان على قيم اجتماعية كظاهرة التويزة تؤطرها روح جمعوية مدنية من أجل ترقيع البنية التحتية. الدوار تيعاني من انجراف ديال التربه، وهذا الانجراف كيهدد الحياه ديال الساكنه وكيهدد المنازل. حتى المسجد ديال الدوار تيعاني حتى هو كذلك من شقوق خطيره اللي كتستوجب الهدم ديالو في اقرب وقت. جامعتنا استفدت واحد المبلغ مالي ديال 500 مليون ديال السنتيم في الاطار ديال المبادره الوطنيه، واللي الجامعه فعلها على مده ديال 4 سنوات. والجامعه نكبت على واحد المجموعه ديال المشاريع، من بينها فك العزله على واحد المجموعه ديال الطواوير. وتبقى هذه الجماعة في أمس الحاجة إلى استراتيجية بنيوية لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة إشكال الهجرة القروية.